ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احنا معظم الحالات اللي عملناها على رنين الحيوي لقينا انه معظم الناس عندهم elements، عندهم بكتيريا وديدان في المعده بنسب عاليه جدا، كانديدا والمنتس وبروتوزوا وفنجاي وبكتيريا. عادة لما بتقابلنا حالات بالشكل ده فهي بتأثر تأثير مباشر على النيوترينز. بنلاقي طلع لنا نسب امتصاص الخلية للمعادن، لأن في نسب المعادن في الدم غير وصولها للخلية. احنا الجهاز بتاعنا بيقول لنا مدى استفادة الخلية من المعادن والفيتامينات. في حالة وجود elements وبكتيريا وكانديدا وفنجاي بنلاقي ان الامتصاص ضعيف جدا وبيأثر على الأعضاء طبعا. ونمبر 1 بتبقى الناس طيب انا عندي نقص فيتامين د، انا عندي نقص فيتامين بي، طيب اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ ما بتعاملش مع المشكله دي اطلاقا. فاحنا ما بنديش اي نيوترينز على الاطلاق، بنجنب موضوع النيوترينز شويه، لان كل ما بناخد نيوترينز عاليه يعني اكل ذات قيمه غذائيه عاليه، اللي بيحصل انه بيقوي الديدان وبيقوي البكتيريا وبيقوي الكانديدا. فاحنا نمبر 1 ان لازم نقضي عليها. عندنا بروتوكول شويه طويل، ولكن هو يعني ستيجز بياخد 3 شهور، ولكن احنا بنمشي في ستيج 1 بنقدر نشوف نتيجه بعد 15 يوم، وبنعمل تاني الرسم تاني على الرنين الحيوي ونشوف النسبة ازاي نزلت. باراليل مع البروتوكول اللي بنقضي بيه على الالمنتس والفنجاي وكده بنشتغل ديتوكسينج بروجرام، وباراليل كمان معاها بنعمل ريبير، بنشتغل على تصليح الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ده سبب لمعظم مشاكلنا، وانتوا عارفين ان المعده اصل الداء، وعشان كده ربنا حط لنا 80 فوق 80% كمان من مناعه الجسم موجوده في المعده. فوانس ان احنا صلحنا المعده بتبقى مناعتنا عاليه، بيبقى امتصاصنا للاكل احسن. لانه انا دايما حتى للكلاينتس بتوعي بقول لهم دي عامله زي قربه، القربه مخرومه، فكل ما هتحط فيها ميه الميه هتنزل. لازم الاول نسد الخرم اللي في القربه، وبعد كده نبتدي نسبلاي او نحط ميه. يعني اضعف حد ممكن تتعامل معاه طبيب او وات ايفر اللي هو يتعامل مع المشكله. احنا بنتعامل مع مسبب المشكله. طول ما السبب موجود وانت بتتعامل مع العرض فهيطلع لك السبب في منطقه تانية. فدايما ناخدها قاعده عندنا، صداع مش هناخد بانادول، مش هنقول احنا عايزين بين كيلر، هنشوف ايه سبب الصداع. عندنا امساك مش هناخد ملينات، هنشوف ايه سبب الامساك. فاحنا بنشتغل على الروت كوز بتاع اي مشكله. عشان كده اول ما بلاقي نيوترينز يعني نقص في المواد الغذائيه او نقص لامتصاص الامعاء للفيتامينات او المعادن او فلازم نشتغل على السبب. بنبص على الكانديدا والالمنتس وشكل الجهاز الهضمي عامل ازاي، وده اول حاجه بنشتغل عليها قبل ما بنبتدي نحط في الجسم نيوترينز. فدي نقطة أنا قابلتها يمكن في 90% من الكيسز اللي عملوا تحليل أو اللي عملوا رسم معانا على جهاز الرنين الحيوي، وحبيت أوضحها تاني لكل الناس. في مشاكل كتيرة قوي متكررة، وكل مرة هطلع في فيديو هعمل فوكس على مشكلة وهقول لكم احنا ازاي بنتعامل معاها. متشكرة جدا على متابعتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني. شكرا جزيلا.